بس عدد الطلاب كان أقل. لو عرض عليك أن تكون ملك مصر تقبل؟ ده مش رغبتي، بس كل شيء في يد الله. في حضرتك اتجاه للدولة البرلمانية نبقى زي انجلترا، زي تركيا، زي العديد من الدول، وأن يكون الملك أو الرئيس شرفي. فلو عرض على الملك أحمد فؤاد أنه يعود ملك لمصر ولكن شرفي، يقبل؟ آه، لازم ندرس الظروف يعني بدقة يعني. وكديمقراطي بقول لك يعني لازم قرار من معظم الشعب يعني. لو في حزب ملكي في مصر تقبل أن تكون رئيسه؟ لا، هذا مش هيكون مفيد. وفي رأيي يعني أهم شيء هو استقرار مصر. بأمانة حزين أنك مش بتتكلم مصري؟ آه لا، ظروف يعني هي حياتي. لو رجعت مصر لفترة جاية هكلم كويس. بتحب الفول؟ طبعا، الفول والطعمية. هقول لحضرتك اسم وانت تقول تلغراف صغير عنه. الملك فاروق، أبي المحبوب، الملكة ناريمان، والدتي. فخر الدين. عايز أقوله شد حيلك. لو سيبنا ماضي مصر وعايزين نتكلم عن مستقبل مصر، نقول ايه بعد أحداث 25 يناير؟ أنا شايف إن إحنا محتاجين لحملة لتنظيف البلد يعني كله، الأرياف، المدن، القناطر. ازاي يعني يتنظف؟ الشعب هو اللي ينظف؟ شباب مصر. لو جلالتك أصبحت ملك لمصر تعفو عن حسني مبارك؟ بحترم كتير الرئيس. الخسارة اللي حصل يعني أظن كان الهاشية ده هو مسؤولين على هذا على الرغم انك ما كلمتش حسني مبارك ولا حصل ما بينكم اي كونتاكت، الا ان ردك كان جميل. يعني نقدر نقول دي اخلاق الملوك. أحلى إنسان، أحلى إنسان، أحلى إنسان. جلالة الملك احمد فؤاد، تحب تقول ايه للمصريين من خلال العاصمة؟ رمضان كريم وعيد مبارك. كل سنة وانت طيب، وبشكر حضرتك على اللقاء ده. حضرتك نورت العاصمة. الملك احمد فؤاد اهلاوي ام زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي. آه. بس انا اهلاوي.